السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واللي اول مرة يشوف القناة يعمل اشتراك للقناة ويعمل لنا لايك للفيديو الجميل القمر دوت. احنا النهاردة مش هنطبخ ولا هنعمل اي وصفة ولا اي حاجة. انا النهاردة كنا خارجين كده في فسحة نيلية كده، فحبيت انا اصور لكم المكان الجميل دوت. انا بصراحة ما بروح المكان ده برتاح نفسيا من هنا لحد ما تقولوا. وانا ولادي صراحه بيزنوا عليا على طول علشان نروحوا المكان دوت مش غريب علينا ولا حاجه. دي ارض اهلنا، يعني دي ارض والدي انا. فانا بروح انا وولادي كل سنه كده مره او مرتين في السنه، يعني بنفك شويه هناك كده. احنا بقى كنا روحنا وقت العصر كده في الجو الجميل الطراوه دوت. اول ما روحنا بقى اتغدينا كده، حطينا لقمه بسيطه كده وقعدنا ناكل، وبعد كده عملنا شاي زي ما انتوا شايفين طبعا. كوبايه الشاي بقى على القطب والنار ديت بتبقى لها طعم تاني خالص، واكيد اللي جرب المكان ده اكيد عارف. وبعد كده بقى شوينا ذره وكده. انا هنا كنت بصور لكم الخضره والزرع كده، والقصب بقى وشجر الجوافه والموز وذره وحاجات جميله كتير قوي. بصراحة اللي يروح المكان دوت يحس بكمية كده راحة نفسية. المكان ده في وسط البحر، يعني انتوا زي ما شفتوا كده في اول الفيديو ده ليمون، كنا بنجمع ليمون كده، بيبقى فيه شوك كده وبيبقى عايز بالراحة بقى وانت بتجمعي. زي ما شفتوا انتوا في اول الفيديو كده كنا معديين في فلوكة او معدية في قلب المية كده. هو المكان عبارة عن مكان كده كله زرع في وسط البحر، بنقولوا عليه الجزيرة. فبصراحة المنظر هناك جميل قوي بصراحة اكتر مما تتخيلوا. وبتبقى العيال بقى مبسوطة وبيبقوا مشجعين بقى وهم رايحين كده. بيبقوا مبسوطين قوي. كنت انا بقى واخدين ولادي وولاد سلفتي وكده، بتبقى العيال فرحانة ومبسوطة. آه، انا هنا كنت برضو بصور لكم الزرع وكده. هنا دي بقى ملوخية، فانا خدت بقى منها شوية ملوخية كده، قلت افرزهم بقى. وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو بقى للملوخية دوت، هينزل لكم الاسبوع ده ان شاء الله. وخدنا بقى شطة حمرا وشطة خضرا علشان الليمون وكده. رحنا بقى خربنا الدنيا هناك. عادي عادي، ما هو ارضنا بقى، نعمل اللي احنا عايزينه. هنا بقى كنا خلاص كنا مروحين اهوت، كنا وقت الغروب بقى، كنا بعد المغرب. خلاص كانت الدنيا بدأت بقى تظلم كده، وما شاء الله على جمال الغروب. لايك واشتراك للقناة يا حبايب قلبي، في رعاية الله.